السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نتكلم النهارده مع بعض في سيكشن 9 بعنوان المايسينيا جريفز. كنا اتكلمنا مع بعض في المايسينيا جريفز دي في شابتر الاي ان اس في النظري. النهارده بقى عايزين ناخده بشكل بالتفصيل في العمل. اولا كده يا دكتور، ماذا تعني كلمة مايسينيا جريفز؟ لما نيجي نترجم كلمة مايسينيا جريفز معناها الوهن العضلي. معناها ايه؟ معناها الوهن العضلي، يعني العيان ده عنده ضعف ايه؟ ضعف في العضلات بتاعته. العضلات بتاعته تحس ان هي اتشلت. تمام، ده بسبب ايه؟ هنعرف دلوقتي بسبب ايه. اولا كده جايب لي كيس معايا. الكيس عندي بتقول ايه؟ بتقول مستر بي سي 25 years old farmer was admitted in hospital with the chief complement of generalized weakness of whole body. راجل فلاح عنده 25 سنة. الراجل ده راح العيادة عشان كان بيشتكي إن عنده ضعف في جسمه كله. generalized weakness of the whole body. easy fatigability يعني عنده سهولة إن هو بيتعب بسرعة. difficulty in speaking بيحس إن هو عنده صعوبة في الكلام، كل العضلات بتاعت جسمه مش شغالة. dropping في البوث the eyelid for the past 9 months. عنده سقوط في جفن عينه، حتى جفن عينه اللي هو عضلاته خفيفة خالص وقع، مش عارف إيه، مش عارف يتحكم فيه. زي الصورة دي كده، زي الصورة دي تلاقي إن جفن عينه كده وقع. تمام، حتى دي من ضمن الأعراض معايا. إيه تاني معانا يا دكتور؟ All his symptoms used to worse on exertion especially in the evening hours. كل الأعراض دي بتستخدم معايا. كل الأعراض دي الحالة بتسوء معايا مع المجهود. لما يجي يعمل مجهود كل الأعراض دي الألم بيزيد فيها والأعراض بتسوء معاه. These complement were associated with diplopia on prolonged breathing, fatigue on chewing, difficulty in swallowing solid food and pain in the neck. الراجل ده كمان بيشتكي من ايه؟ الراجل ده لقينا ان هو بيشتكي من دبلوبيا اللي هو عنده ازدواج في الرؤيه، يعني بيشوف الحاجه اتنين. كمان عنده صعوبه في البلع. كمان عنده يا دكتور صعوبه في المضغ، مش عارف لا يمضغ ولا يبلع. تمام. On examination his vital were within normal limit. ابتدوا ياخدوا الفيتال ساين اللي هي العلامات الحيويه بتاعت هذا العيان. لقوا ان عنده التوزس 5 ملم، يعني عنده سقوط في جفن العين. عنده سقوط في جفن العين العلوي. تمام، كلمه توزس يقصد بيها سقوط في الابر ايلid في جفن العين العلوي. Dose time 22 second single burst counting up to 60. ابتدوا يعملوا الفحوصات بتاعة طبيب العيون. ابتدى يعمل الفحوصات، لقى ان جفن عينه سقط بمقدار 5 مللي. الفترة اللي هو قعد فيها الجفن سقط حوالي 22 ثانية. تمام. ارم بعد كده معايا ارم abduction time 20 second on systemic examination. The only abnormality detected with grossly reduced power in all muscles of forelimb with normal reflex, bilateral flexor plantar and intact sensory system. يعني العيان ده برضو كل الاطراف بتاعته الطبيب عمال يفحصها، سواء ايده الابر ليمب او اللور ليمب، كلها فيها ايه؟ كلها برضو العضلات مش عايزه تستجيب معاه. ليه؟ حصل فيها ويكنس. ابتدينا نعمل الفحوصات. هيز انفستيجيشن انكلودنج كومبليت بلاد كاونت. هنبدا نعمل فحوصات عيان داخل لنا الطوارئ. اول حاجه بنعملها له سي بي سي اللي هي صوره دم كامل، سي بي سي. نبدا نشوف عنده مستوى خلايا الدم. ده اي عيان لازم نعمل له كده. واحد حاسس بهبوط، حاسس ان هو دايخ، حاسس بضعف في جسمه، لازم نعمل له سي بي سي اللي هيكون عنده انيميا. بعد كده بنعمل الاي اس ار، والاي اس ار ده اللي هو معدل ده بيكون معدل الترسيب بتاع خلايا الدم الحمراء. ونعمل له راندوم بلاد شوجر، يعني نعمل له تحليل سكر عشوائي، عشان لو سكره واطي ممكن يكون هو اللي عامل له ويكنس. تمام، فلازم برضه نستبعد ايه؟ نستبعد ان هو ما يكونش مريض سكر او مريض سكره عالي. الكترولايت، تحليل املاح، ممكن يكون عنده خلل، عنده مثلا املاح الصوديوم مش موجوده كويس، البوتاسيوم، الكالسيوم، ما دي اللي بتساعدنا في انقباضات الخليه. نعمل له شيست اكس راي، نستبعد اي مرض عنده في منطقه في الرئتين. ثايرويد فانكشن، ممكن يكون عنده هايبوثايروديزم، فلازم نعمل له تحليل وظائف غده درقيه، عشان لو عنده هايبوثايروديزم هيحس بويكنس ويحس ان هو عنده ايه؟ خمول كده، غده درقيه، وجسمه كله مريح كده معاه. وير ويزين نورمال ليميت. تيست فور روميوتيد فاكتور اند انتي نوكلر انتي بودي وير نيجاتيف. كمان الدكاتره عملوا ايه؟ الدكاتره كمان مش عملوا بس، ده كمان عملوا التحليل اللي هي خاصه بالمناعه، لا يكون عنده مرض مناعي. انتي نيوكلير انتي بودي دي تحليل بيتعمل عشان لو كان عنده مثلا مرض الذئبه الحمراء، اي مرض مناعي بيعملوه عشان يستبعدوه. كمان لقوا ان الاختبار كان نيجاتيف، يعني حتى ما عندوش اي مرض مناعي. which ruled out autoimmune disorder. تنسلون تيست اند انتي اسيتايل كولين ريسبتور. لقوا بقى عند الراجل ده ايه؟ الراجل ده عنده مشكله في المناعه. تمام، المشكله في المناعه دي ايه؟ الراجل عنده المرض اللي هو اسمه مايسينيا جريفز.
طالما احنا استقبلنا ده كله وعنده ضعف في العضلات، فالراجل ده عنده كده مايسينيا جريفيس. المايسينيا جريفيس دي بتكون فكرتها ايه؟ تعالى بقى نتكلم نشوف ايه حوار المايسينيا جريفيس. المايسينيا جريفيس دي كده، بص لي كده معايا هنا في الصوره دي. الصوره دي هتلخص لك السكشن كله. دلوقتي معايا ده مين؟ ده السيل ممبرين، ده كده السيل ممبرين اللي هو الخط الازرق ده السطح بتاع الخليه. خليه مين؟ الخليه بتاعت العضله، تمام. وده مين؟ ده النيرف، ده النيرف اندنج، ده النهايه بتاعت النيرف، تمام. النيرف ده فيه حويصلات، الحويصلات فيها مين؟ فيها اسيتايل كولين، الحويصلات دي فيها اسيتايل كولين. دلوقتي عشان العضله تنقبض، احنا عارفين ان الاسيتايل كولين ده كان بيشتغل معايا على 2 ريسبتور، يا مسكرين، ايوه، يا نيكوتين، يا مسكرين يا نيكوتين. المسكرين ده مش حكايتنا النهارده، احنا النهارده هنتكلم عن النيكوتين، لان النيكوتين ده كان فيه منه انواع، كان فيه نيورو ماسكولار جانكشن ونيورو وفي عندي نيكوتين اللي هو خاص بمين؟ اللي كان خاص بالادرينال المضمر. فاحنا لينا دعوه حتى من اسمه نيكوتين ماسكولار جانكشن. ماسكولار جانكشن يعني ده موجود فين؟ موجود في الماسكولار. فاللي هيشتغل معايا هنا الاسيتال كولين، هو اللي بيساعدني ان العضله بتاعت حضرتك تنقبض. لو عايزين ندي السكريتال مصر الامر انها تنقبض، هيكون بمين؟ بامر من الاسيتال كولين. طب ماشي يا دكتور، طب ما نطلع الاسيتال كولين ويجي ينقبض. هو الاسيتال كولين بيطلع ازاي؟ الاسيتال كولين هيطلع معايا من خلال ايه؟ كده بسم الله، ركز معايا كده. الاسيتال كولين موجود هنا في الحويصله، تمام. اللي بيحصل معانا ان احنا دلوقتي عايزين ندي الامر، للخليه نقول لها انقبض، فبيجي اشاره عصبيه، فبتيجي معايا اشاره عصبيه. ففي عندنا هنا حاجه زي الدبابيس كده، في عندي حاجه زي الدبابيس، دبوس، تمام. الحويصلات دي بتكون دايبه في سائل، السائل اللي هو اللي فيه ده السائل بتاع الحويصله، السائل الشفاف اللي احنا مش شايفينه ده، بيكون عامل السائل ده اللي انا عمال انقطه ده، اللي هي السائل الشفاف اللي لونه مصفر ده. السائل ده بيكون عامل زي العسل، بيكون عامل زي العسل. فتفتكر كده لو الحاجه زي العسل بتكون ماشيه يعني حريه الحركه ولا تقيله في الحركه؟ بتكون تقيله في الحركه. فنعمل ايه؟ احنا يدينا الاشاره، فاول ما ندي الاشاره العصبيه دي، السائل اللي زي العسل ده يبدا يخف، يبقى زي الميه، يبقى كانه دايب كده زي الميه. فالحويصلات الاسيتال كولين عماله فتتحرك بسرعه اعلى، بدل ما كانت بتتحرك في عسل بتدوب في ميه، فعماله تتحرك بسرعه فتيجي لحد ما توصل للحاجه الدبابيس اللي هنا دي. فالدبابيس دي تفجر مين؟ تفجر الحويصله دي. ما الحويصله دي هي اللي فيها الاسيتال كولين، اللي هو الجزيئات الحمراء دي. فاول ما تفجرها الاسيتال كولين ده يعمل ايه؟ الاسيتال كولين ده هيطلع يروح فين؟ هيطلع عشان يمسك معايا في مين؟ يمسك معايا في الريسبتور بتاعه اهو موجود على سطح الخليه. يبدا على الريسبتور وتبدا الخليه معايا تنقبض يا دكتور، ونبدا عملنا كده الاكشن، تمام. هل حضرتك ايدك بدنها منقبضه باستمرار؟ لا، انا بعمل مثلا كنت عايز ارفع ايدي، رفعتها ونزلتها تاني. هل حضرتك العضله بتاعتك بدنها منقبضه باستمرار؟ لا يا دكتور، انا دلوقتي رفعت ايدي او عملت الاكشن اللي كنت عايز اعمله وبعدين بريح العضله تاني، تمام. بنعمل كونتراكشن ثم متبوع بريلاكسيشن، ده الطبيعي. فاللي بيحصل معايا بقى ايه؟ انت دلوقتي عايز تيجي تنزل ايدك او تيجي تفك، خلاص المفروض ان انت دلوقتي عشان العضله تريح بيحصل ايه؟ هو الماده دي اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها اسيتايل كولين. طب بقول لك لو عايزين نكسرها بايه؟ والله سهله، قالوا لنا في البايوكيمستري عشان تكسر الحاجه جيب انزيم يكسرها، اسمه ايه؟ كولين ستريس. قالوا لنا في البايوكيمستري ان اي كلمه، اي انزيم اخره ايز، اعرف ان هو بيكسر، فكولين ستريس بيكسر الاسيتايل كولين، خلاص يكسره من على الريسبتور، فخلاص نرجع العاده تاني في وضع الريلاكسيشن. ده كده النورمال، ده كده الوضع النورمال. دلوقتي بقى العيان ده عنده مايسينيا جريفيس. ايه بقى المايسينيا جريفيس دي؟ العيان ده عنده انتي بادي، جسمه اتهبل، طلع اجسام مضاده، عمال يطلع اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي تيجي تعمل ايه؟ ركز بقى معايا كده. الاجسام المضاده دي تيجي على الريسبتور ده وتقوم جايه ماسكه فيه. يا دكتور مش الريسبتور ده بتاع الاسيتايل كولين؟ هقول لك طب ما احنا دلوقتي في دلوقتي ناس قاعده عليهم اللي هو الاجسام المضاده. طب يجي الاسيتايل كولين عايز يعمل الاكشن بتاعنا، يعمل ايه؟ الاسيتايل كولين عندنا هنا متحوط بسائل زي المي، متحوط بسائل زي العسل، فمش عارف يخرج. اول ما تيجي الاشاره العصبيه، السائل اللي زي العسل يبقى عامل زي الميه، بحيث ان الحويصلات تتحرك بحريه شويه، فعماله تتحرك بحريه فتخبط في الدبابيس، فالبالونه دي تنفجر فتحرر الاسيتايل كولين. يجي الاسيتايل كولين فرحان ويجي يمسك في الريسبتور، يلاقي محجوز، يقول لك الريسبتور بتاعك محجوز، ده في ايه؟ في اجسام مضاده قاعده عليه. فتفتكر هل حضرتك تعرف تعمل الاكشن؟ لا مش هعرف اعمله لان الريسبتور بتاعي محجوز. ففكره المايسينيا جريفيس ان الاسيتايل كولين مش عارف يمسك في الريسبتور، ليه؟ لان في اجسام مضاده الجسم طلعها هي اللي مسكت في الريسبتور، تمام. فالعيان ده يبقى عنده ايه؟ عضلات جسمه بتعرف تشتغل؟ لا، فاي عضله في جسمه سكليتال ماسل يعني تكون ايه؟ تكون فيها ويكنس، فيها ضعف، مش عارفه تشتغل، تمام. فهمنا الفكره بتاعتنا؟ تمام. طب ما هو يا دكتور، طب ما دي نفس الاعراض اللي الراجل قالها لي في الكيس.
قاعد يقول لك الراجل عنده ايه، جالك عنده ويكنس، عنده ضعف في عضلاته، حتى جفن عينه عنده فيتوزس، جفن عينه اللي هو العضله الخفيفه خالص دي عنده فيتوزس، يعني سقوط جفن العين العلوي، وكمان مش عارف يبلع، مش عارف يمضغ، اي حركه في جسمه خاصه بالعضلات مش عارف ايه، مش عارف يعملها. ده العيان ده بنشخصه بايه؟ بنشخصه بأنها كلينيكال، ثم بنشخصه بنعمل له ايه، تحليل كده، وبنعمل له اختبار. هنبدا نشوف الاختبار اللي هنعمله للعيان. Insulin test and anti-acetylcholine receptor antibody were not done. السيتي سكان اوف شيست شود enlarged thymus reported as thymus. اكتشفنا ان احنا العيان ده احنا الاول عملنا له انتي كولينستريز ريسبتور انتيبودي وير نوت دان. بيقول لك ان احنا لما الاختبار بتاع الاختبار بتاع الانتي كولينستريز ريسبتور ما اتعملش، يعني ان احنا اصلا الاختبار المهم اللي احنا لو كنا عملنا انتي كولينستريز ريسبتور كنا شخصنا بيه، لا احنا ما عملناهوش، الدكاتره نسيوا يعملوه او ما كانوش يعرفوا او ما جاش في بالهم ان هم يعملوا التحليل بتاع الاسيتالكولين ده. فلقوا ان العيان ده كمان عنده تضخم في الغده اللي اسمها الثايموس جلاند. ايه الثايموس جلاند دي؟ الثايموس جلاند دي حضرتك كنت خدتها في ثانويه عامه في شابتر المناعه، خدتها. الثايموس جلاند دي كانت غده، دي الغده من اسمها كان اسمها الثايموس، والثايموس دي كانت وظيفتها ايه؟ كانت وظيفتها ان هي تعمل لك ماتيور للتي ليمفوسايت. مش كان عندنا خلايا المناعه كانوا حاجتين، يا تي يا بي، فهي بتعمل لك ماتيور للتي ليمفوسايت، حتى كانوا بيقولوا لنا في الاحياء ان هم سموها التائيه نسبه لان هي بتنشط الخلايا التي، حرف تي، فهي سموها لذلك الخلايا التائيه. فتخيل هي اللي مسؤوله عن الخلايا التائيه، يعني هي اللي مسؤوله عن المناعه. فالعيان ده عنده اصلا مشكله في المناعه، فيعني عنده المناعه شغاله باستمرار، الجهاز المناعه عنده اتحفز، فلقوا عنده ثايموما. لما جم بصوا على العيان ده لقوا عنده ثايموما. حضرتك المفروض تكون عارف ان الغده اللي هي الثايموس جلاند دي بتكون كبيره في الاطفال، وكل ما حضرتك تكبر تبقى ادلت حجمها بيضمر، حجمها بيحصل له ريديوج، يعني خلاص بتضمر وما عادش ليها اهميه، لان خلصت وظيفتها وانت صغير، كونت لك خلايا المناعه، الاجسام المناعيه بتاعتك، وخلاص ما عادش لها وظيفه فتضمر. تمام؟ فازاي في واحد كبير نلاقيها متضخمه؟ الراجل كبير اهو، انما لو طفل صغير هنقول عادي، انما ده راجل كبير والغده متضخمه، لا ده المفروض تكون فيها ضمور، الغده تكون انكمشت. تمام يا دكتور. ايه تاني؟ عملنا له الكترومايوجرام. كلمه الكترو يعني كهرباء، ومايو يعني عضله، وكلمه جرام يعني تصوير، فعملنا له تصوير كهرباء العضله. لقينا لما جينا عملنا تصوير كهرباء العضله، هل العضله فيها كهرباء؟ يعني هل العضله شغاله؟ لا يا دكتور. فلقينا عنده ديكريز في الامبليتيود، الاكشن بتاع ان العضله تنقبض مش موجود، عنده ديكريز في الامبليتيود لما تيجي تدي لما تدي اشاره كهربائيه. اي نعم هي بتستجيب، ولكن الاسيتالكولين العضله مش عارفه تنقبض، مش عارفه تعمل الكونتراكشن. He was treated with or pyridostigmine 16 ملغ 4 hours which showed a dramatic improvement. اول ما ادينا له دواء اسمه بريدوستجمين لقينا ان العيان ده ابتدى يستجيب معايا. on missing single dose the symptom become worse. لما العيان بيفوت الجرعه اللي بيحصل الاعراض بتسوء اكتر، يعني كل ما يفوت الجرعه الاعراض بتسوء اكتر ما هي سيئه، لذلك لازم العيان ده يمشي على البيريدوستجمين. تمام. طب معلش يعني ايه تاني ممكن نعمله؟ العيان ده كمان قال لك والله ان العيان ده ممكن ندخله ان احنا نعمل له سايمومكتوم. يعني ايه سايماس؟ مش السايمس دي هي المشكله، هي اللي فيها الاجسام المناعيه. طب ايه رايك ما نشيلها له جراحيا؟ يبقى كده قال لنا نشاط الجهاز المناعي شويه. تمام. فممكن نشيل له معايا مين؟ ممكن نشيل له السايماس جلاند. ذا بيشنت ويز ريماركبل امبروفد افتر سيرجري. بعد ما شلنا له السايماس جلاند لان العيان ابتدى يتحسن معايا. طب ماشي يا دكتور، احنا دلوقتي فهمنا المرض الميسينيا جريفيس ان الاسيتالكولين مش عارف يمسك، ان الاسيتالكولين يا دكتور مش عارف يمسك في الريسبتور. ليه؟ لان في اجسام مضاده طلعت مسكت في الريسبتور، فالاسيتالكولين مش عارف يشتغل. طب ايه دور البيريدوستجمين اللي اديناه للعين واستجاب ده؟ تعالى نمسح كده ونشوف دور البيريدوستجمين. خدنا البيريدوستجمين ده فين في الاي ان اس. تمام. بيريدوستجمين، البيريدوستجمين ده كان دواء. كان الدواء ده بفكرته ايه؟ كان لو انت مذاكر الاكشن بتاعه، كان الاكشن بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ كان انتي كولين ستريز انهبيتوري. كان انتي كولين ستريز انهبيتوري. انتي كولين ستريز انهبيتوري يعني وظيفته ان هو يعمل ايه؟ يروح للكولين ستريز. يعني احنا دلوقتي عندنا الاسيتالكولين اهو، عندنا حاليا الاسيتالكولين الطبيعي ان هو بيتكسر بالكولين ستريز، فهو يروح للكولين ستريس ده يقول له لا ما تكسروش. فايه اللي يحصل معايا؟ فالاسيتالكولين كميته عندنا بتزيد، فلما كميته بتزيد، فلو مثلا عندنا اسيتالكولين احنا هنحاول نوفر اكبر كميه، بحيث لو في اي مستقبل هنا متاح، يحاول ان هو اي ريسبتور هنا متاح، يحاول ان الاسيتالكولين يمسك فيه ويعمل لك حتى اكشن حتى لو ضعيف.
يبقى تاني احنا بنعمل ايه؟ احنا مش كمان الاسيتال كولين مش عارف يمسك، يعني الاسيتال كولين مش عارف يمسك وانت تيجي عامل كولين ستريس كمان تكسره، ده هو مش عارف يعمل الاكشن عشان انت تكسره. لا، فاحنا نعمل ايه؟ احنا نوقف الاسيتال كولين، نوقف الكولين ستريس ده شويه، نقول له اقف شويه عشان الاسيتال كولين يشتغل، لا هو اصلا مش عارف يشتغل. فاول ما الكولين ستريس يقف تكون كميه الاسيتال كولين عندنا زياده، فبالتالي لو في اي مستقبلات متاحه هو يحاول ان هو يمسك فيها ويعمل الاكشن. تمام. فبالتالي العيان بيستجيب معايا للبايريدوستيرون. تعال نكمل مع بعض. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ وات از مايسينيا جريفيس. ايه هي المايسينيا جريفيس؟ تعرف ايه عن المايسينيا جريفيس؟ المايسينيا جريفيس اولا كده قلت لك هي عباره عن في اجسام مضاده بتطلع من جسمك، يبقى ده عباره عن اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي. طبعا طالما اي مرض مناعي غالبا بيكون اشهر في الفيميل، قاعده كده اي مرض مناعي بيكون اشهر في الستات. الفكره بتاعت المرض ده هو اوتو اميون ديزيز. الجسم بيعمل ايه يا دكتور؟ في عندك انتي بودي، اجسام مضاده بتكون اجينست الاسيتال كولين، اجسام مضاده ضد الاسيتال كولين في النيورو ماسكولار جانكشن. بس ده فكره المرض. فالاسيتال كولين ما عرفش يؤدي الوظيفه بتاعته. طب وات از ذا اكشن اوف بايريدوستجمين اند نيوستجمين ان نيورو ماسكولار جانكشن؟ ايه الاكشن بتاع الدوايين دول؟ والله البايريدوستجمين انا لسه شارحه لك، قلت لحضرتك ان تعالى نكتب كده الصفحه. البايريدوستجمين ده بيكون عباره عن، او الاثنين عامه، الاثنين مع بعض كده نفس الاكشن، الاثنين نفس الاكشن. الاكشن بتاعهم ايه يا دكتور؟ ان هم انتي كولين ستريز انهبيتوري، يعني يروح للكولين ستريز يقولوا له ما تكسرش ايه، ما تكسرش اسيتال كولين، ده احنا ما عندناش اسيتال كولين اصلا يشتغل، فوفر شويه الاسيتال كولين بحيث لو في اي ريسبتور يروح يمسكه فيه ويشتغل. تمام. ده كده الميكانيزم. وفي الاكشن فبالتالي يعملوا ايه؟ فبالتالي بيقللوا تكسير الاسيتال كولين، بيقللوا البريك اوف الاسيتال كولين، يقللوا تكسير الاسيتال كولين، فيزيد الايه؟ فيزيد فرصه ارتباطهم بالريسبتور، فيزيد فرصه الارتباط بالريسبتور، فيزيد البايندنج اوف ريسبتور ريسبتور، وبالتالي العيان ايه؟ العيان بيتحسن معايا، فبالتالي بنعمل امبروفمنت للماسلز كونتراكشن. السؤال الثالث وات از ذا تايب اوف ريسبتور ان ذا نيورو ماسكولار جانكشن؟ ايه انواع الريسبتور في النيورو ماسكولار جانكشن؟ والله هو نوع واحد اللي جبنا سيرته، كان نيكوتينيك ماسكارينيك ريسبتور، نيكوتينيك ماسكارينيك ريسبتور او نيكوتينيك ماسكارينيك جانكشن في المستقبل، لا لنا علاقه بالماسكارين ولا لنا علاقه باي حاجه ثانيه، هو اللي كان موجود هو كان الاسيتال كولين معانا. السؤال اللي بعد كده معايا بيقول لي ايه؟ استنى بس عشان مش واضح. ميتين واحد 240. ماشي. السؤال هنا بيقول لي النيوستجمينز ابروبرايت فيرست لاين دراج فور تريتمنت اوف المايسينيا جريفيس. هل نستخدم بنستخدم النيوستجمين او مش عارف البيريدوستجمين، انا مش واضحه بالنيوستجمين ولا البيريدوستجمين، بس هو غالبا يعني يقصد بيها النيوستجمين، هو غالبا دي النيوستجمين. تمام. هو بيقول ايه بقى؟ النيوستجمين هل بيستخدم كاول علاج للعيان؟ يعني لو العيان جه وشخصته فعلا ان هو مايسينيا جريفيس هل هستخدم ده كفيرست لاين دراج كاول علاج ابدا بيه مع العيان؟ والله هو ينفع يستخدم، بس احنا ليه مش بنستخدمه؟ واقول لك بقى هو ليه ما نستخدموش. والله هو مش هيكون مناسب. ليه؟ لانه اولا هيكون له شورت ايه؟ اكشن، يعني له مدته قصيره، يعني العيان هيضطر ياخد منه جرعه على طول. تمام. تاني حاجه له سايد افكت، مش ده يا دكتور كان بيشتغل على الماسكارين والنيكوتين، ما كانش سيلكتيف، فبالتالي هيروح يعمل ايه؟ هيشتغل على كل الايه؟ كل المستقبلات اللي في الجسم، فبالتالي هيعمل سايد افكت كتير. تمام. بعد كده معايا الراجل كاتب لي كلينيكال جايد لاينز. الكلينيكال جايد لاينز دي بتقول ايه؟ اولا كده بيقول لك المايسينيا جريفيس از نيورو ماسكولار ديزيز، بيعيد شرح الكلام تاني، بيكون عباره عن نيورو ماسكولار ديزيز، مرض في ما بين النيرف وما بين المصل، يعني ما بين النهايه العصبيه وما بين العضله. هيتميز بويكنس اند ايزلي فاتيج، يجي لك العيان يقول لك انا عضلاتي تعبانه وما بعرفش اعمل اي مجهود وبتزيد مع المجهود. ذا ديزيز افكتد فيرست السمول ماسلز اوف هيد ونيك ولم. تيجي تساله يا عم الحاج هو المرض ده ابتدى معاك فين؟ يقول لك والله هو ابتدى معايا في العضلات الضعيفه زي جفن عيني، زي مثلا عضلات الهيد، عضلات النك اللي هي العضلات اللي بتكون ضعيفه. تمام. يعني بتبدا بالعضلات الضعيفه ثم العضلات الاكبر فالاكبر.
there is defect in cholinergic transmission in neuromuscular junction or formation of antibody. ده بيكون بسبب نقص زي ما احنا قلنا في مين؟ نقص في تحويل الكولينرجيك ترانسميشن في النيوروماسكولار جانكشن او في تكوين انتي بادي. جسمك اتهبل بيكون انتي بادي، فالانتي بادي بتروح تمسك في الريسبتور في حوالي 85% من الحالات. او خلي بالك، هو المرض ده له سببين، يا اما يكون في تكوين انتي بادي، او الحاله الثانيه ان انت عندك نقص في الكولينرجيك ترانسميشن. يعني ايه؟ ركز كده معايا يا دكتور. حضرتك عندك الخلايا العصبيه دي، مش احنا قلنا ان في اسيتيل كولين المفروض بيتحرر؟ الاسيتيل كولين اصلا ما بيتحررش. انت عندك اسيتيل كولين موجود بس ما بيتحررش. نو ريليز، مفيش يا باشا تحرير، مفيش انتي بادي خالص، والريسبتور موجود اهو بس الاسيتيل كولين نفسه مش موجود. يبقى عندك المشكله في حاجتين، يا تكون المشكله في الاسيتيل كولين يا تكون المشكله في الريسبتور. في الحالتين هيعمل لي المايسينيا جريفيس. تمام يا دكتور. ايه تاني معايا؟ بعد كده معايا ايه؟ قال لي تو نيكوتينيك ريسبتور that cause destruction of the receptor so the disease may respond to steroid and cytotoxic drug. بيقول لي ان العيان ده، بيقول لي ان العيان ده بقى اللي بيحصل له ايه؟ العيان ده بيحصل له النيكوتينيك ريسبتور بيحصل لها تدمير، اللي هي الريسبتورات دي بيحصل لها تدمير، فبالتالي مش العيان ده عنده انتي بادي. الانتي بادي دي يعني خاصه بالمناعه. طب ما احنا ممكن نوقف له المناعه شويه. نوقف له المناعه ازاي؟ نديله ادويه للكورتيكوس اللي هي الكورتيزون ستيرويد او سايتوتوكسيك دراج، بحيث ادويه تثبط المناعه، فبالتالي نقول للمناعه اهدي شويه ما تطلعلناش انتي بادي، فتلاقي ان العيان بيستجيب معايا. فهنا جايب لي صوره طبعا لفكره المرض اهو. ده المفروض ان الاسيتال كولين، ده الاسيتال كولين هو اللي هو الاحمر ده مسك في الريسبتور اللي هو الاخضر ده. تمام. بص كده معايا هنا، لا ده العيان هنا مصاب. ليه؟ الاسيتال كولين يجي يمسك يلاقي فيه مستقبلات، لا فيه مستقبلات، فبالتالي العيان مش عارف يعمل الاكشن بتاعه. تمام. فحصل ماسل اكتيفيشن؟ لا يا دكتور، ده حصل، ما حصلش ماسل اكتيفيشن. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان النيوستجمين كان بيوزد اورلي او بارنتال ان سيفير كيس تقريبا كل 3 او 4 ساعات. لو انا هستخدم النيوستجمين ده يستخدم اورال او بارنتال، بس خلي بالك هو له شورت اكشن، يعني 3 ل 4 ساعات، فالعيان ده لازم ياخد منه تقريبا 8 مرات في اليوم من البرشام ده، سواء برشام او حقن. تمام. as it act by increase acetylcholine at the nicotinic site and may act the direct agonist on the receptor. بيشتغل ازاي النيوستجمين ده؟ النيوستجمين ده بيشتغل معانا ازاي؟ النيوستجمين ده بيشتغل معانا زي ما احنا قلنا، هو انتي كولين ستيريز انهبيتوري، فبيوقف الكولين ستيريز، يقول له ما تشتغلش، فبالتالي بيتراكم عند الاسيتال كولين، فالاسيتال كولين بيزيد، فبالتالي الاسيتال كولين هو اللي يروح يشتغل على الريسبتور ويعمل الاكشن بتاعه. الدراج ده مش هنستخدمه ليه حاليا؟ لانه له طبعا هو بيكون نون سيلكتيف، بيشتغل على المسكرين والنيكوتين، فبالتالي هيعمل لي سايد افكت كتير، فبالتالي قال لك ان لو هتستخدمه هيعمل لك سايد افكت على المسكرين، فنتجنب ده ان احنا ندي العيان اتروبين باي يوجوالي توليرانس تو ذيس افكت. ازاي يا دكتور؟ ما هو دلوقتي ركز معايا، احنا عندنا دلوقتي النيوستجمين اهو. النيوستجمين ده بقول له انت بتشتغل على مين؟ قال لك انا بشتغل على حاجتين، يا نيكوتين يا مسكري. قلت له بس احنا دلوقتي عايزين نعالج النيكوتين، احنا دلوقتي شغالين عايزين نعالج النيكوتين مش عايز المسكرين. قال لك لا، هو انا هشتغل على الاثنين. قلت له خلاص انا هكفل لك مين؟ هكفل لك المسكرين. فقعدنا ندور على بلوكر للمسكرين، بس لقينا مين؟ لقينا الاتروبين. طب بقول لك ايه، طب ما ندي للعين ده اتروبين الاول. ادوا له اتروبين، فالاتروبين يمنع المسكرين خالص، يلغي المسكرين، فبالتالي الدواء يشتغل على النيكوتين. فاهمني؟ يبقى احنا كده تجنبنا السايد افكت. فلو جالك سؤال في الام سي كيو يقول لك عشان نتجنب المسكرينك افكت بتاعت مين؟ بتاعت النيوستجمين، ندي العيان لازم نديله بلوكر للمسكرين. عايزين نسد من البلوكر بتاعك كان الاتروبين. تمام يا دكتور. بعد كده معايا ديفرنس لاين اوف تريتمنت اوف المايسينيا جريفيس. ازاي بقى نعالج العيان ده؟ خطوات العلاج بتاعت العيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده معايا البيشنت with ocular myasthenia may be treated with cholinesterase inhibitory alone and oral antihistamine every 4 hours or oral pyridostigmine every 6 hours. Sustained release preparation are available but used only at night and if needed. يعني بيقول لك ان العيان ده اولا احنا عايزين نزود له الاسيتال كولين، فنعمل ايه؟ فنديله دواء اللي هو النيوستجمين او اخوه البيريدوستجمين، يوقفوا لك زي ما احنا قلنا، يوقف تكسير الاسيتال كولين، فبالتالي الاسيتال كولين بيزيد عندي، فبالتالي يا دكتور هندي العيان ده، فبالتالي نحسن له الاعراض. بس مشكلتهم ان هم لهم شورت اكشن، يعني مدتهم من 4 ساعات او ل 6 ساعات تقريبا. بيقول لي ان الادويه دي ان سستينيد ريليز بريبريشن ار افيلابل بات يوزد اونلي ات نايت اند اف نيد. يعني في ادويه من دي بتشتغل فتره طويله، عملوا منهم ادويه بتشتغل فتره طويله، والادويه دي تستخدم بالليل بس، تستخدم فقط بالليل.
تاني حاجه patient with wide spread muscle weakness. طب العيان عنده المسل ويكنس انتشر في جسمه كله، ويوز ذا above drugs in the combination with immune suppressive drug زي الاسترويد والسايكلوسبورين والازيسوبرين. لو العيان عنده المرض انتشر في جسمه كله، عضلات جسمه كلها ويكنس، يعني تحس انه جاي لك في شلل، خلاص في حاله شلل. طب ما احنا نعمل ايه؟ عايزين نجيب استجابه احسن. فقال لك عشان تجيب استجابه احسن اديله برده مين؟ اديله اللي احنا نديله اللي هو النيوستجمين والبيريدوستجمين، وزود عليهم، وقف بقى الجهاز المناعي، وقف الاجسام المضاده دي، فاديله ستوريد او سايكلوسبورين او ازيسوبرين. دي كلها ادويه مثبطات للمناعه. فمننا قللنا الاجسام المضاده، ومننا زودنا ايه؟ زودنا الاسيتيلكولين. ثالث حاجه بقى دخلوا في جراحه ثايموكتومي. العلاج الثالث ان احنا بندخله في ثايموكتومي. طب ما نشيل له الثايموس جلاند، ممكن نعمل ثايموكتومي اللي احنا نشيل الغده اللي هي الثيموسيه دي، فبالتالي احنا كده وقفنا جهاز المناعه. طب في السيفير افكتد بيشن وي يوز اميونوجلوبولين اور دو بلازموفيريس. يعني ايه؟ خلاص العيان عملنا كل ده، يعني ادينا له الدواء اللي هو البيريدوستجمين والنيوستجمين، وادينا له الكورتيزون، وكمان شلنا له الثايمس، وبرده الراجل عنده ما زال عنده اجسام مضاده. فنعمل ايه؟ بنعمل له حاجه اسمها بلازما فيريسيس. بلازما فيريسيس ده ان احنا بنغسل له البلازما بتاعته، ندخله كده على ماكينه زي الغسيل الكلوي كده، بندخله على ماكينه بتبدا تاخد البلازما دي تفلترها، تشيل منها الاجسام المضاده، ونرجع له البلازما بتاعته سليم. ده كده في ايه؟ الاربع طرق من العلاج. يبقى اول حاجه بندي الدواء بتاعنا بيريدوستجمين ونيوستجمين. لو الحاله اسوء شويه نضيف عليهم الكورتيزون او اي دواء مثبط للمناعه زي السايكلوسبورين والازيسوبرين. ورقم 3 ممكن نشيل الثايموكتومي جراحيا عشان نقلل الاجسام المضاده دي. طب لو العيان جسمه مليان اصلا اجسام مضاده، نعمل له يا دكتور بلازما فريس، يعني نغسل له البلازما من الاجسام المضاده دي. السؤال اللي معايا بيقول لي منشن ذا ستيبس اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. انا عايزك تذكر لي خطوات تحرير الاسيتيلكولين. بص يا دكتور، تعالى كده نشوف هنحرر الاسيتيلكولين ازاي. اول حاجه خالص الاسيتيلكولين ده انت عايز تعمل اي اكشن لازم يوصل لنيرف. فاول حاجه كده هنقول له نيرف امبلس. رقم 1 نيرف امبلس، لازم يوصل نيرف امبلس. تمام. رقم 2 معايا بيحصل لي كالسيوم انفلكس. كالسيوم انفلكس يعني ايه كالسيوم انفلكس؟ اول ما توصل الاشاره العصبيه في بوابات الكالسيوم عندي تبدا ان هي تفتح، فتدخل الكالسيوم جوه الخليه هنا، فتدخل لي كالسيوم جوه الخليه هنا، في كالسيوم يخش جوه الخليه. الكالسيوم ده بيبدا يعمل ايه؟ الكالسيوم ده يا دكتور زي ما احنا قلنا بيخلي السائل اللي شبه العسل ده يخليه سائل زي الميه، فبالتالي الاسيتيلكولين الحويصلات دي تمشي بسرعه، فبالتالي تيجي هنا في حاجه هنا زي الدبابيس كده تبدا تفرقع الحويصلات دي. فرقم 3 بعد ما تفرقع الحويصلات بيحصل لك الاسيتيلكولين ريليز، بتحرر معايا الاسيتيلكولين. طب رقم 4 بعد ما يحرق الاسيتيلكولين هيعمل ايه الاسيتيلكولين؟ والله يا دكتور هيرتبط في الريسبتور، بايندينج تو ريسبتور. رقم 5 يبدا بقى يعمل الاكشن دي بولاريزيشن، يكهرب الايه؟ يكهرب العضله. رقم 6 الماسلز كونتراكشن، العضله تنقبض. طب رقم 7 يحصل ايه؟ يحصل الاكشن بتاع الاسيتيلكولين استريز انزيم اللي هو الاسيتيلكولين يبدا ان هو يتكسر معايا. تعالى كده نكتب الخطوات تاني. اول حاجه يا دكتور معايا ايه؟ اول حاجه اي اكشن في الدنيا لازم يبدا بايه؟ اي اكشن في الدنيا لازم يبدا بنيرف امبلس. اولا كده معانا نيرف امبلس. رقم 2 بعد ما يجي النيرف بيبدا تفتح بوابات كالسيوم انفلكس، لازم الكالسيوم يفتح، هو اللي هيخلي السائل زي العسل يبقى عامل زي الميه. رقم 3 الكالسيوم اول ما يدخل ده يبدا الاسيتيلكولين الحويصلات تنفجر فيحصل لك اسيتيلكولين ريليز. رقم 4 الاسيتيلكولين اللي خرج ده هيروح فين؟ اللي خرج ده يا دكتور هيمسك في ريسبتور، بايندينج تو ريسبتور. يعني الخطوات هي مرتبه بعضها، بايندينج للريسبتور. طب رقم 5 يا دكتور بعد ما مسك ايه اللي هيحصل معايا؟ هيكهرب العضله فيحصل لك ديبولاريزيشن يعني كهرباء للعضله. طب رقم 6 بعد ما كهرب العضله تعمل ايه؟ العضله تعمل لك ماسلز كونتراكشن، العضله تبدا تنقبض. طب ورقم 7 نكسر الاسيتيلكولين، بريك للاسيتيلكولين. خلاص ما العضله بتاعت حضرتك مش انها منقبضه، لازم بعد كده تريح معاك. بعد كده معايا طبعا اول سؤال ده مش واضح معايا، ماشي، اول سؤال ده مش واضح فلان راس السؤال مش واضحه معانا. نخش على السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ وات از ذا ايرلي سيمبتوم اوف مايسينيا جريفيس؟ ايه الاعراض اللي بيجي لي بيها العيان اللي عنده مايسينيا جريفيس؟ والله بشكل عام هو عنده ماسلز ويكنس. فاولا كده هيكون عنده ماسلز ويكنس، تلاقي جفن عينه توزس. يعني ايه توزس؟ يعني سقوط جفن العين العلوي. تمام. هتلاقي عنده ديبلوبيا، يعني بيشوف الرؤيه مزدوجه، ديبلوبيا. تاني حاجه بيكون عنده ماسلز ويكنس. طب ليه يا دكتور ما كملتش بقى العضلات؟ لانه عنده بيقول لك ايه اللي سيمبتوم، ايه الحاجات اللي هتبان في الاول. تمام. السؤال الثاني هاو مايسينيا جريفيس كان بي دايجنوزس، ازاي احنا بنشخص المايسينيا جريفيس؟
المايسينيا جريفيس دي عشان تشخصها كنا بنشخصها ازاي؟ اولا كده الحاله الكلينيكال، انت بتبص على العيان جاي لك عنده واحد عنده عضلاته تعبانه وعنده ماسل ويكنس، فانت بتشك ان هو يكون عنده مايسينيا جريفيس. تاني حاجه تيجي تبص على عينه وتلاقي عنده توزس. رقم 3 بتلاقي عنده ديبلوبيا، بيقول لك انا قاعد بشوف الحاجه 2. رقم 4 بيكون عنده صعوبه في البلع وفي الكلام وفي المضغ، فعنده ديفيكالتي في السويلنج، في البلع والتشوينج والسبيكنج. بعد كده نبدا نعمل له اختبار فارماكولوجيكال تيست. فارماكولوجيكال تيست، ايه الفارماكولوجيكال تيست ده؟ الفارماكولوجيكال تيست ده هل هنديله دواء نشخص بيه؟ الدواء ده اسمه الادروفونيوم. الدواء ده اسمه الادروفونيوم. فكره الادروفونيوم ده ان هو رابيد اكشن، بيشتغل في ثانيه. اول ما تديه سرعان ما يشتغل في تقريبا من 3 ل 5 دقائق بيشتغل. فبالتالي انا بدي العيان ده الادروفونيوم، تلاقي ان العيان فتح وابتدى ايه خلاص عضلاته تستجيب. فتلاقي كده بص لك، فخلاص اول ما لقينا ان العين استجاب بالادروفونيوم معنى كده ان كان عنده ايه؟ كان عنده ماسلز ويكنس. معنى كده ان كان عنده ايه يا دكتور؟ معنى كده ان كان عنده مشكله الاسيتيلكولين اللي هي عنده مشكله المايسينيا جريفيس. فالادروفونيوم ده لو العين استجاب له يبقى انا كده اشخص بيه ايه؟ اشخص بيه المايسينيا جريفيس. طب ليه ما بنمشيش العين ده على الادروفونيوم؟ لان الادروفونيوم معايا بيكون ايه؟ الادروفونيوم ده بيكون معايا له شورت اكشن، بيكون له شورت اكشن. كده خلصنا اجابه السؤال ازاي بنشخص المايسينيا جريفيس. بعد كده بقى نبدا نتكلم الكلينيكال جايد لاينز 2. تمام. الجايد لاينز 2 بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان البريفالنس اوف المايسينيا از 4 ان 10000. يعني ايه؟ يعني من كل 10000 شخص في تقريبا 4 هيكونوا عندهم مايسينيا جريفيس، وبالمناسبه ده رقم كبير. يعني تخيل بكل 10000 شخص في 4 افراد. تمام. فالفيميل ار افكتد مور ذان الميل ان ذا ريشيو 3.2 with mean age of onset 15 ل 50 years. يعني ايه؟ بيقول لي ان الستات طبعا هي الاشهر من الرجاله في اصابه هذا المرض. زي ما احنا قلنا اي مرض مناعي غالبا هيكون اكتر في الستات. المعدل من 3 ل 2. تمام. طب ايه الافرج بتاع سن الستات؟ من سن 15 لسن الايه؟ لسن ال 50. بعد كده معايا الكاردينال فيتشرز. ايه السمات اللي بنشخص بيها المايسينيا جريفيس؟ ايه سمات مرض المايسينيا جريفيس ده؟ اولا كده معايا الكاردينال فيتشرز بتكون عباره عن ايه معايا؟ بيكون اولا العيان عنده ويكنس، عنده ضعف في العضلات، عنده فاتيج في السكيليتال ماسل usually occurring in characteristic distribution. الويكنس tend to increase with repeated activity and improve with rest. يعني ايه؟ الضعف العضلات ده بيخف مع المجهود مع الريست. يعني لما الانسان يستريح كده الالم بتاع العضلات والويكنس ده بيبدا يقل، لكن لو عمل مجهود الالم بيزيد. Ptosis and diplopia occur early in the majority of patients. Weakness remain localized to the extraocular and eyelid muscles in about 15% of patients. العيانين بتوع المايسينيا جريفيس بيكون عندهم توزيس وعندهم ديبلوبيا. توزيس زي ما احنا قلنا سقوط جفن العين العلوي، والديبلوبيا يعني عنده ازدواج في الرؤيه. ده بيكون حوالي في 15% من العيانين. When the facial and palpebral muscles are affected, they may be characterized flattened smile, mushy or nasal speech, and difficulty in chewing and swelling. Generalized weakness develop in approximately 85% of patients and may affect the limb muscle, often in approximal distribution, as well as the diaphragm and the neck extensor. يعني ايه؟ بيقول لي ان العيان لو المرض عنده مثلا لو كانت اثر على العضلات اللي بتاعت اللسان مثلا او عضلات الفك السفلي، طب ما العيان ده كده مش هيعرف يتكلم، مش هيعرف يبلع، مش هيعرف يمضغ. تمام. بيكون تقريبا في 85% من العيانين هم اللي بيجي لهم ايه؟ بيجي لهم الحاجات بتاعت الايه؟ السمايل مانيفستيشن. بعد كده تبدا ان هي تاثر معايا بقى على عضله الدايفرام اللي هي حجاب الحاجز في التنفس، تاثر معايا على النيك اكستنسور. وطبعا لو اثرت زي ما احنا قلنا على الماسلز بتاعه التنفس غالبا العيان ده هيموت. لو ما اتعالجش هيموت لان انت مش قادر تاخد نفسك. تمام. طب بالفيزيكال اكزامينيشن فحص العيان. فحص العيان الفايندنج are limited to motor system without loss of reflex or alteration of sensation or coordination. The clinical severity of myasthenia gravis is usually graded functionally and regionally. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك ان العيان ممكن نفحصه فيزيكال ازاي؟ ان احنا نبدا نشوف السيستم بتاعه. العيان ده هتلاقي عنده ايه؟ العيان ده هتلاقي عنده المايسينيا جريفيس عاده هتبدا ان هي تكون فانكشنالي وريجونال. يعني ايه؟ هتكون مؤثره على وظيفه العضلات ومؤثره على مناطق العضلات في الجسم. يعني تبدا مثلا في الهيد والنك، وبعد كده تنزل معايا للريسبيراتوري، تروح بعد كده للابر واللور.
طبقا للادابتيشن اوف السكيل ديفايسد باي اوزرمان صنفنا المايسينيا جريفيس دي لاربع درجات. الدرجه الاولى معايا وهي الفوكال ديزيز، وده الفوكال ديزيز يعني الدرجه الاولى يعني لسه المرض في البدايه، وده بيكون اثر معايا على العين بس، الاوكولار ماسل اللي هي عضلات العين بس. طب وفي الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه دي بتكون ايه؟ الدرجه الثانيه دي فيها تصنيفات فصنفوها ل 2A و 2B. قال لك ان 2A ده بيكون يعني لسه الحاله مينور، انما B يعني اصبحت الحاله بتسوء، اصبحت مدرك. وفي جريد 3 دي خلاص سيفير جنرالايزد ديزيز، وجريد 4 كرايسيس وذ لايف ثريتنينج امبيرمنت اوف ريسبيريشن. الحاله الثالثه معايا بيكون ان العيان دخل في مشكله سيفير، انما الحاله الرابعه معناها ان العيان ده حياته مهدده بالخطر، لازم يكون في الايه، لازم يتعالج، لان العضله اللي عنده اللي بتكون اثرت هي عضلات الريسبيريشن، فلازم ان احنا ايه نعالج العيان ده على طول. طب الدايجنوزيس بتاعنا هيعتمد على ايه؟ اولا كده معايا في الدايجنوزيس. الدايجنوزيس اوف مايسينيا جريفيس is done by تنسولين تيست electromyography and demonstration of anticholinesterase antibody level of more than 5 times 10 to 10 مول. بنبدا نعمل تصوير للكهرباء بتاعه العضلات، تمام، ونشوف مستوى الكولينستريز، هل هي بتستجيب للكولينستريز ولا لا، هل هي بتعمل كونتراكشن ولا لا. فالالكتروميوجرام لان هو يعرض معايا ايه؟ الالكتروميوجرام شو ذا كاركترايز ديموكارتيد ريسبونس اون ريبيتيف 195 ستيميوليشن. احنا بندي العيان ده 195 اثاره عصبيه، تمام. الانتي كولين انتي بادي تيست از سبيسيفيك اند از بوزيتيف ان 90% of case with generalized myasthenia gravis and is 60% of those with the ocular type. الاول احنا بنعمل الاختبار بتاع الالكتروميوجرام. ثاني اختبار معايا وهو الانتي اسيتايل كولين انتي بادي. نبدا نشوف مستوى الانتي بادي في جسم العيان ده. في جسم العيان ده بيكون النتيجه بتكون حوالي 60. تاني حاجه بقى زي ما احنا قلنا بنبدا نعمل الاختبار بتاع الانتي بادي ده، وده بيكون بيدي معايا نتيجه في 60% من العيانين اللي عندهم اوكولار تايب، اللي هم عندهم مشاكل في العين. الانتي سكليتال ماسلز انتي بادي suggest the presence of thymoma but all patient must undergo CT scan of the chest to exclude thymic abnormality. بيقول لي ايه؟ بيقول لك ان الانتي بادي ده غالبا هيكون غالبا هم قالوا ان السبب هو السيموما دي اللي هو ورم في الغده السايمس جلاند. السايمس جلاند دي الغده اللي بتكون موجوده في منطقه الشيست، فالغده دي قال لك هي كده كده اللي مسؤوله عن المناعه، فممكن تكون هي السبب في الانتي بادي. فعشان كده لازم في العيانين دي ان احنا نعمل لهم CT سكان، اشعه مقطعيه على ايه؟ على الصدر، عشان نستبعد لو في اي مشكله في السايمس جلاند. برضه لو هي فيها تضخم، فيها سرطان، فيها اي حاجه ممكن تكون هي اللي عامله لي المشكله دي، تمام. طب تاني بيعيد لي الكلام تاني، اعالج الماسينيا جريفيس ازاي؟ قال لي اولا في علاج الماسينيا جريفيس اللي هو بندي العيان اول حاجه البيريدوستجمين. البيريدوستجمين از ذا موست وايدلي يوزد انتي كولينستريز، ده اشهر واحد من ضمن الادويه بيشتغل معايا ان هو كانتي كولينستريز، بيوقف الكولينستريز فبالتالي بيتراكم الاسيتايل كولين. الدوز بتاعته اند شيدول اوف ادمنستريشن ماست بي تولرد تو ذا بيشنت. بنديله الجرعه حسب الحاجه، ولكن زي ما احنا عارفين ان الدواء ده له شورت اكشن، تمام. الدواء معايا بيكون له شورت اكشن. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان تاني مسار في العلاج ان احنا نعمل سيرجيكال ثايروكتومي، ان احنا نشيل الثايمس جلاند دي. الثايمس جلاند دي لو شلناها قال لك ده عشان تمنع انتشار ايه؟ نمنع انتشار السيموما ونمنع تكوين الانتي بادي. الهدف من الثايموكتومي ان احنا نعالج الماسينيا جريفيس از انديوس ريميشن اور ات ليست امبروفمنت بريميتنج ريدكشن اميون سبريسيف ميديكيشن. ده كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقلل نشاط الجهاز المناعي، ما احنا شلنا الغده المصنع المناعه فشلناها، فبالتالي قللنا الانتي بادي. There is no broad consensus that patient with generalized myasthenia gravis who are between the ages of puberty and about 40 years should have surgical thyroidectomy. بيقول لي ايه؟ بيقول لك ان احنا بعد كده معايا ايه؟ ان احنا لما بنبدا نشيل الغده دي، لقينا ان العيانين بيبدا ان هم يتحسنوا معايا، اللي عندهم مايسينيا جريفيس. اللي عندهم مايسينيا جريفيس ده بيكون سنهم بتبدا المايسينيا جريفيس زي ما احنا قلنا من سن 15 تقريبا لسن ال 50 سنه، تمام. العيان لو الفتره دي لو شلنا له الثايموكتومي غالبا هيتحسن معايا. طب بعد الثايموكتومي الكلينيكال ريميشن occur in approximately 35% of patients and improvement with than in another 50%. بيقول لك ان النتائج ان لقينا ان في 50% منهم اتحسن و35% ما اتحسنوش. في 50% من العيانين اللي شلنا لهم الثايموكتومي دول بيتحسنوا، 35 ما بيتحسنوش. الميكانيزم بتاع الثايموكتومي بينتج بنفيت ان مايسينيا جريفيس is still uncertain. It may be cause of removal immune active cell. بيقول لك ان الثايموكتومي ان احنا بنشيل، فكرتها ان احنا زي ما احنا قلنا بنشيل الاميون اكتيف سيل يعني الخلايا المناعيه النشطه، فبالتالي بنقلل الانتي بادي. طب هتديني استجابه في كل العيانين؟ لا، هتديك استجابه في 50% من العيانين بس.
بعد كده معايا الاميون سبريسيف ثيرابي، ان احنا ندي علاج يثبط المناعه. علاج يثبط المناعه زي ايه؟ احنا مش الانسان عنده المناعه بتاعته شغاله اكتف، طب ما نديله مثبط مناعه زي ايه؟ زي الكورتيزون. فالدواء اللي معايا اللي هو يكون البرادوميزين، والدواء ده هتاخده من ضمن ادويه الكورتيزون. تمام. الاديسوبرين ده دواء مثبط للاميونوجلوبولين. السايكلوسبورين دي كلها ادويه مثبطات للمناعه، تستخدم معايا كلونج تيرم اميون سبريشن. الناس اللي مثلا عندهم سرطان، الناس اللي بيعملوا عمليه زرع اعضاء، الناس اللي بيعملوا مثلا عندهم المناعه اكتف، بنديهم الادويه اللي تثبط لهم المناعه دي. تمام. لقينا ان الكورتيزون بيحسن 70% من المرض، ولكن الامبروفمنت is perceived by execution thus is used should be initiated in the hospital. يقول لي ان الكورتيزون ان هو لقيناه بيحسن 70% من الحالات، لكن الاول هو ممكن يعمل لك worsening of symptom. يعني الاول ان لقينا بيعمل اعراض كده غريبه، فيفضل ان احنا نبدا الكورتيزون الاول في المستشفى. طب الدوز اللي بنديها للعيان كام؟ الدوز اللي حضرتك تديها للعيان حوالي من 15 ل 20 مللي جرام. ما اعتقدش ان هيجي يسالك في الدوز ده خالص، هو بس انت تكون عارف الدواء. ادويه اللي بتثبط المناعه هي الاميون سبريشن زي البريدنيزون، الاديستروبيدين والسايكلوسبورين، لكن مش هيجي يسالك في الدوز. تمام. and increasing by about 5 mg every 2-3 days. The rate of increase must be guided by the patient clinical response. معدل نبدا نزود الجرعه مع العيان، احنا نبدا معاه بجرعه، وبعد كده نبدا نزود اول مره خالص نبدا ب 5 مللي جرام، وبعد كده كل فتره كل يومين ثلاثه نبدا نزود له الجرعه بالتدريج. and the end point is either satisfactory clinical response or dose 50 to 60 مللي جرام بر. اقصى جرعه توصل لها معاك لحد ما توصل ل 50 ل 60 مللي جرام غالبا هتديك الايفكت المناسب، لكن ما تبداش بيها اول مره، تبدا الاول بالتدريج. ابدا ب 5 مللي جرام ثم ابدا ازود بالتدريج، كل مثلا 3 ايام تزود الجرعه 5 مللي جرام. الامبروفمنت usually begin in 2 to 4 weeks with maximum benefit released after 6 to 12 months or more. العيان غالبا هيتحسن معايا بدايه من الاسبوع الثاني لاربع اسابيع، وهيخف تماما، او هيكون يعني هيبقى الاعراض تختفي خالص بعد 6 ل 12 شهر، يعني بعد نص سنه او سنه. ثالث وسيله من العلاج وهي ان احنا كنا بنعمل بلازما فريز، اللي هو بننظف البلازما من الاجسام المضاده دي. بننظف البلازما بتاعت العيان ده بيكون فيها اجسام مضاده. طب ايه رايك لو خدنا البلازما دي وغسلناها؟ طب ما احنا كده فلترناها وشلنا الاجسام المضاده دي. فهي دي الفكره بتاعتها، ان احنا نعمل ريموف للانتي بودي فروم ذا سيركيوليشن اند بريديوس شورت تيرم كلينيكال امبروفمنت ان ذا بيشنت ويز مايسينيا جريفيس. ان احنا نشيل الانتي بودي دي من بلازمه العيان اللي عنده المايسينيا جريفيس. يبقى معانا تاني البلازما فريسيس زي ما احنا قلنا، هو احنا هننظف البلازما من الانتي بودي. فلما نشيل الانتي بودي من السيركيوليشن اند بريديوس شورت تيرم كلينيكال امبروفمنت ان بيشنت ويز مايسينيا جريفيس، لما بنشيل الاجسام المضاده دي خلاص احنا شلنا المشكله، فبالتالي العيان هيبدا يتحسن معايا من المايسينيا جريفيس. It's used primarily to stabilize the condition of patient in myasthenia crisis or for short-term treatment of patient undergoing symptom. نبدا نستخدمها لو العيان بعد ما عملنا له شلنا له الساينس جلاند، وكمان لقينا ان برضه ما لسه في يعني لسه عنده ماسينيا جريفيس. طب نبدا بقى نخش في الخطوه اللي بعد كده ان احنا نعمل له بلازما فوريسيس. Typically 5 exchange transfusion of 3 to 4 liter each are carried out of over 2 week period. بنبدا ننظف له البلازما دي من 3 بنبدا ننقل له بلازما 5 مرات تقريبا، كل مره بيكون حوالي من 3 ل 4 لتر، وغسل البلازما ده بيكون حوالي مرتين في الاسبوع. تمام. الافكت اوف البلازما فوريسيس از رابيد. تاثير البلازما فوريسيس بيكون رابيد ويز امبروفمنت اوكيورنج ويزن ذا تريتمنت. ده بيكون اسرع علاج، ان احنا لما نعمل له بلازما فوريسيس احنا كده شلنا له الاجسام المضاده، فالعيان هيستجيب معايا بايه؟ بكل سهوله. بعد كده بقى ننتقل لمرحله الاسئله معايا. اول سؤال معايا بيقول لي ايه؟ اول سؤال معايا بيقول لي وات ار كاردينيال فيتشرز اوف مايسينيا جريفيس. ايه العلامات اللي بتبان على العيان اللي عنده مايسينيا جريفيس؟ اولا كده بيكون عنده ماسل ويكنس. تاني حاجه بيكون عنده فاتيج. العيان ده هيكون عنده فاتيج. طبعا ما ننساش ان هو بيكون عنده توزز ودبلوبيا، وكمان بيكون عنده ايه؟ وبيكون عنده ديسفيجيا وديفيكالتي اوف السويلنج. What are the investigations that are needed in case of myasthenia gravis؟ ايه الفحوصات اللي بنعملها لعيان المايسينيا جريفيس؟ قلنا اولا بنعمل له اختبار اسمه اللي هو اختبار الادروفينيوم، ان احنا بنحقن العيان ده الدواء اللي اسمه ادروفينيوم. لو استجاب معنى كده ان العيان ده عنده مايسينيا جريفيس.
تاني حاجه نبدا نعمل له اسيتايل كولين ريسبتور انتي بادي. ده اختبار عشان نشوف فعلا هل المشكله في الاسيتايل كولين ولا لا. وطبعا ممكن نعمله سي تي شيست، يعني اشعه مقطعيه على الصدر، عشان لو كان عنده يعني لو عنده سايمس متضخمه ولا حاجه نبدا نشوف ايه، نشوف ده في اشعه. بعد كده بيقول لي واتس ذا ديفرنت لاين اوف تريتمنت اوف مايسينيا جريفيس. ايه خط العلاج بتاع مايسينيا جريفيس؟ اول حاجه معايا في العلاج ان احنا بندي العيان ده، اول حاجه يا دكتور ان احنا بندي العيان ده الدواء اللي هو اسمه نيوستجمين او بايريدوستجمين. طب لو الحاله يعني في المصل ويكنس كان سيفير في جسمه كله، نبدا نديله كورتيزون. طب ولو ما استجابش ندخله جراحه نشيل له السايموكتومي. طب ولو ما استجابش يا دكتور ساعتها بقى ننضف له البلازما، نعمل له بلازما فوريسيس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي واي سايموكتومي از يوسفول ان كيس اوف مايسينيا جريفيس. ليه السايموكتومي بيكون مفيد في علاج المايسينيا جريفيس؟ والله ان احنا نشيل السايمس ده يكون مفيد ايه؟ والله انت كده قللت الاميون اكتيفيتي، فاحنا كده بنقلل الاميونتي عند العيان ده، تمام؟ فده هيساعدني ان هو يحسن معايا العلاج في 50% من العيان. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وات از بلازما فوريسيس اند وات از ذا رول اوف مايسينيا جريفيس. ايه هي البلازما فوريسيس وايه دورها في المايسينيا جريفيس؟ عمال يتقطع معلش وغصب عني والله، تمام. البلازما فوريسيس، ايه هي البلازما فوريسيس؟ قلنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنبدا نعمل فلتريشن في البلازما وفي الانتي بادي، بنشيل منها الانتي بادي، تمام. بتستخدم امتى؟ في حالات المايسينيا كريسيس او المايسينيا جريفيس، المايسينيا كرايسيس. طب بتديني التحسن؟ بتديني تحسن رابيد امبروفمنت. بعد كده بيقول لي بقى اسئله الام سي كيو اخر حاجه معانا ونخلص. بيقول لي which one of the following is an autoimmune disease affecting the neuromuscular action. ايه من دول مرض مناعي بيأثر على العضلات؟ صح. فالمرض المناعي ده هو طبعا هيكون اللي احنا عمالين نتكلم عنه من الصبح، هو المايسينيا جريفيس. السؤال الثاني معايا بيقول لي ايه؟ طبعا هو الراجل كاتب لي الاجابه، تمام. which one is the following is not brain disorder and brain function normally. اي من كتابه ليس مشكله تبع البرين عند البرين فانكشن، يعني ملوش علاقه بالمخ. المشكله دي ايه؟ مشكله اوتو اميون. مين في دول؟ طبعا برضه الماسينيا جريفيس. لكن الزهايمر ده مرض في المخ، الشلل الرعاش اللي هو الباركونيزم ده مرض في المخ، السكليروز ده بيكون له علاقه بالبرين. السؤال الثالث which one of the following disease is characterized by fluorescent muscle weakness and fatigue. ايه من دول مرض بيكون العيان عنده muscle weakness وفاتيج؟ طبعا برضه كان الماسينيا جريفيس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي المايسينيا جريفيس result from the decrease in the number of receptor of following neurotransmitter as the motor independent. الماده اللي كانت بتشتغل معايا تمسك في الريسبتور كانت مين؟ طبعا دي كانت ماده الاسيتايل كولين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي المايسينيا جريفيس بتكون مكمن في مين؟ قلنا اي مرض مناعي هيكون مكمن في الستات في الوم. التنسولين تيست ده الاختبار اللي احنا بندي العيان فيه ادروفونيوم. الادروفونيوم ده الدواء اللي كنا بنشخص بيه العيان اللي عنده مايسينيا جريفيس، هتبقى برضه الاجابه مايسينيا جريفيس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ ديفيكالتي في السبيكنج، عيان عنده صعوبه في الكلام وبيكون عنده مايسينيا جريفيس، هيكون معروف باسم ايه؟ الصعوبه في الكلام معناها ايه؟ معناها توزز يعني سقوط جفن العين، ولا ديبلوبيا ازدواج الرؤيه، ولا ديسفاجيا صعوبه في البلع؟ لا، هتبقى اسمها ديس ارثريا، يعني مش عارف يحرك الفك السفلي فمش عارف يتكلم، ديس ارثريا. difficulty swelling found in patient with myasthenia gravis بتكون عارفينها بنعرفها باسم ايه؟ واحد عنده صعوبه في البلع فنسميها كلمه swelling. تعال نشوف. توزيس قلت لك دي سقوط جفن العين العلوي، ديبلوبيا ازدواج الرؤيه، ديسفاجيا يعني صعوبه في البلع، ديسفاجيا معناها صعوبه في البلع، لكن ديس ارثريا يعني صعوبه في الكلام. اخر سؤال معايا بيقول لي دروبنج في الايلid، سقوط جفن العين في العيان اللي عنده مايسينيا جريفيس بنسميها سقوط جفن العين العلوي، بنسميها توزيس البيسايدا، تمام. لكن ديس ارثريا يعني صعوبه في الكلام، ديسفاجيا يعني صعوبه في البلع، ديبلوبيا يعني ازدواج الرؤيه، تمام. كده انتهى معايا الموضوع النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك ولا اله الا انت، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وشكرا.